يلي بده يتحدى هي الحارة من قدها، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدا. طلبتوا مني الأكلة اللي بيطشوا عليها سمنة بباب الحارة، اسمها تسقية أو فتة حمص، وتعتبر ملكة المقبلات السورية. اكسبي قلب ابن عمك واعملي له فتة. بالبداية بنحتاج للبن زبادي أو روب، وبنحط عليه عصير ليمون وطحينة اللي هو طحينة السمسم أو الراشي، ورشة ملح وشوية كمون، وبنخلط كل هالمكونات سوا. رح أكتب المقادير مظبوطة تحت لتنجح معك 100% إن شاء الله تعالى. بنحتاج إما خبز يابس أو خبز مقلي على ذوق. أنا استخدمت الخبز اليابس حفاظا على النعمة، لأنه أنا ما بحب كب النعمة أبدا، بعمل فيها تسقية أو بحطها على وش الفتوش. ممكن نقليه نفسه بعدين شربته بالحمص. هلأ صار اسمه تسقية لأنه سقيناه بمرقة الحمص، والحمص ما بنكتر كتير مية حمص، بس لحتى شوية الخبزة تشتش ليبقى فيها قرشة وتكون طعمتها طيبة. واختصارا للخطوات اللي ما بتحب تعمل بدوة على ايدها، الخلطة الأولى اسمها بدوة، ممكن تعمل حمص طحينية بس تخففها بشوية مرقة حمص وبتصير معاه بدوة نظامية. بنحط البدوة فوق الخبز وبنحط الكمية المتبقية على الوش مشان نزينها. والزينة على ذوقك يا معدل، الكريتو المعدل ما يبلى وما يطخ وما يموت ولا ياكلوا الدود، قولوا آمين. أنا قليت عندي لوز وحطيت شوية لحمة مفرومة ناعمة، وأنتي مزوقة وزوز الصحن على مزاجك وكيفك. واللحمة قليتها بمعلقة سمنة ورشة ملح وفلفل وحاج، ما بدي أكتر من هيك. ومنزين الصحن مثل ما بنحب. وشوفوا أجمل صحن ممكن يطلع من تحت إيديكي لوحة فنية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك. سلام.